من أطيب الوصفات اللي ينطبخ بها الشجر هي الكوسة باللبن، واليوم طبخت الكوسة باللبن بطريقة شوية مختلفة. تعالوا وياي نشوف الطريقة. هنا عندي نص كيلو لحم مثروم، خليته بالطاوة وضفت له شوية مي، حمسته، وبعد ما شوية انطبخ ضفت له البصل، فرمت وياه ربع كيلو بصل، واستمريت بعملية التحريك إلى أن نشف المي مالته. خليت له الملح وخليت له مجموعة البهارات، خليت له كركم وفلفل أسود وشوية كاري. هذا الشجر اشتريناه على مود الكوسة باللبن قبل 4 أيام، خليته بعلبة وخليت وياه كلينكس حتى ما يصفر. وكل ما تكون حباية الشجرة صغيرة ورفيعة تكون أفضل بالكوسة باللبن. هنا بلشت بحفر الكوسة، وضروري ننتبه حتى ما يصير بها أي ثقوب. تعرفون راح بعدين نخليها باللبن واللبن سائل، يعني ربما الحشوة تطلع، فننتبه بعملية الحفر. أما بالنسبة لتقشير الشجر انتم بعد بكيفكم، تردون تقشرونه أو تبقوه بقشورة. أنا قشرته نص ونص، بعد ما حفرته قشرته. أنا بالبداية غسلت الشجر وبعدين يلا حفرته وقشرته، ما أحتاج بعد أغسله مرة ثانية، أريد يكون ناشف لأنه حتى من أقل يكون ناشف. هسه هنا بعد ما حمسنا اللحم وحفرنا الشجر راح نحشي الشجر. هنا ضروري نحشي الشجر بشكل كامل باللحم، يعني ما نعيث بيه فراغ، ندخم الشجراية باللحم. وحبيت أقول ملاحظة بنات، اللحم لا يكون دسم زايد، كل ما يكون ناشف من الدهن أفضل. اللحم إذا بيه دهن احتمال راح يتخلخل داخل الكوسة، بينما إذا كان كله لحم لا، ما راح يتحرك، يبقى مكانه. وبالنسبة للغطاء انتم بعد بكيفكم، تغطون الشجرة بقطعة من قطع الشجر أو تردون تعيفوها فارغة. هي بكل الأحوال إذا مليتوها بشكل جيد باللحم ما راح تنفل نهائياً. وشفتوني هنا بعد ما حشيت الشجر قليته بالطاوة، كله خليته بالطاوة لأن هو كميته قليلة مو هواي، مع الاستمرار بالتحريك بحيث الوجه يقسب من كل الجهات. وهنا مو شرط إلا يقسب بشكل قوي، لا، تكسيب بسيط. واليوم أنا شوية غيرت بطريقة عمل الكوسة باللبن. المعروف إنه بعد ما تتقلى الكوسة يفورون كمية من المي بقدر ويضيفون الكوسة تغلي لمدة تقريبا 10 دقائق، وبعدين يرفعوها من المي وبعدين يحولوها للبن. أنا لا، اليوم أنا لقيتها باللبن مباشرة، وردت أشوف يعني تنجح لو ما تنجح. عندي روبة مال هوش أنا مسويتها، خليتها بهذا القدر وضفت فوقاها 3 أكواب من المي وملعقة كبيرة من النشا، خلطتهم بشكل جيد، فتحت النار، استمريت بالتحريك لحد ما بدأت تغلي، وبعدين ضفت الكوسة. من ضفت الكوسة قبقت القدر وتابعت، عفت على نار هادئة يستوي على كيفه، تقريبا بقى نص ساعة، واللبن نهائيا ما تقطع نهائيا بنات. أنا ما أدري، مستغربة يقولون اللبن يقطع، أبد ما يقطع، حتى لما تعيفينه وهو دا يغلي بدون ما تحركيه ما يقطع. هنا آخر شي ختمنا الكوسة باللبن بالثوم والنعناع. حمست الثوم بعد ما هرسته وخليت فوقه نعناع وخليته فوق الكوسة باللبن. وتعالوا شوفوا الطعم وسهمكم العافية.